بغيب عليكم كتير انا عارف، بس معلش بسبب ضغط الشغل عندي وكده. بس ان شاء الله احنا هنلتزم بان هيكون في فيديوهين في الاسبوع. الفيديو بتاع النهارده هو لكل واحد يعني ايه، يا اما بيدور على شغل، يا اما عايز يشتغل شغل تاني او عايز يعمل حاجة تانية جنب شغله بحيث ان هي تحسن له دخله، واكيد كلنا عايزين نعمل ده. فانا جاي الخص لك القصة دي كلها في نقطتين. انا عارف انت قعدت تدور كتير على النت وسمعت فيديوهات كتير وسمعت كلام كتير، واعمل دروب شيبنج واعمل مش عارف ايه وخش بورصة الكلام الفاضي ده كله انا هلخصه لك في كلمتين. الكلمتين دول لو انت فهمتهم كويس، لو انت استوعبتهم تمام، انا عايز اقول لك انك هتقدر فعلا تعمل فلوس من الصفر. طيب هقول لك على حاجتين، وهقول لك على حاجه هي اللي المفروض تستثمر فيها. فتعال نشوف مع بعض الموضوع ده. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وقول لي رايك في الكومنتات كده. حابب نوعيه الفيديوهات دي نتكلم بقى بالتفصيل في كل نقطه من النقط اللي هنتكلم فيها، ولا عندك فكره تانية؟ انا عايزك تقترح عليا كده في الكومنتات. يلا بينا نشوف الموضوع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده. عشان تعمل فلوس من الصفر انا هلخص لك الفيديو كله في ال 30 ثانية اللي جايين. فانت قدامك حاجة من اتنين، يا تنقل خبرة يا تحل مشكلة. اي حد تاني هيقولك اي حاجة تانية اعرف ان هي مش من الصفر. يعني انت بتسمع فيديوهات كتير اللي يقولك مثلا اعمل كذا واعمل كذا، انت هتلاقي نفسك محتاج راس مال. طب انت لو ما عندكش راس مال، وده وضعنا كلنا، انت دلوقتي واحد عايز يبدأ يعمل فلوس وهو معهوش حاجة، فهو حاجة من اتنين، يا اما تنقل خبرة يا تحل مشكلة. والحاجتين دول عشان تعملهم انت لازم تستثمر الاول في نفسك، وهو ده اهم استثمار. كلام انا عارف انت سمعته كتير وكلام لطيف ومش عارف ايه، بس دي الحقيقة. انت لو عايز تعمل فلوس من الصفر وما عندكش دخل كفاية فاتعلم. هي دي الحاجة الوحيدة اللي انت لو حطيت فيها فلوس عمرك ما هتندم. ليه تتعلم؟ عشان تعرف تطبق النقطتين دول. طب يعني ايه النقطتين دول؟ تعالى نشرحهم باختصار كده ونفهم يعني ايه تحل مشكلة او ان انت تنقل خبرة. تعالى نمسك الاولانية اللي هي غالبا انت مش هتعملها، يعني هي لان هي صعبة على الانسان العادي اللي زينا، ولكن هي محتاجة حد يكون يعني خياله واسع شوية، وهي ان انت تحل مشكلة. تحل مشكلة ازاي؟ يعني ان انت تشوف اللي حواليك بيعانوا من ايه، او الناس عموما بتعاني من ايه، المجتمع بتاعك بيعاني من ايه، وتحاول توجد حل للمعاناة دي. وامثله على كده كتير، زي اوبر، زي طلبات، زي الشركات اللي زي دي كلها. بس طبعا احنا مش بحجم الشركات دي، انا بتكلم على الحاجات البسيطه. وعايز اقول لكم ان في امثله صغيره على كده. يعني في ناس مثلا بتكون شغاله مثلا ديليفري، بتدي الكارت بتاعها او بتعمل لنفسها كارت وتديه للزبائن اللي بتروح لها، وتقول له لو انت حبيت انك توصل حاجه كلمني. فده كده حل مشكله لشخص وهو ما دفعش حاجه ولا عمل اي حاجه. فده مثال. انا بقى عايزك تقعد تفكر كده ايه المشكله اللي انت تقدر تحلها من غير ما تحط فيها فلوس ولا تحط فيها اي حاجه. هتحط فيها مجهود ووقت طبعا. فدي حاجه يعني صعب ان انت توصل لها، ولكن لو وصلت لها يعني مبروك عليك، انت يعني ان شاء الله باب رزقك هيكون واسع. النقطة التانية بقى، واللي كلنا نقدر نعملها، وانت تقدر تعملها من غير ما تكون سايب شغلك ولا حاجة، لا انت شغال عادي وبتعملها بعد شغلك، وهي ان انت تنقل خبرة. يعني ايه تنقل خبرة؟ فاكر من شوية لما قلت لك استثمر في نفسك؟ او اللي انت هتستثمره في نفسك واللي انت هتتعلمه ده هتنقله لغيرك. انت بكل بساطة ممكن تقعد تسمع كورس في اي حاجة تتعلمها كويس. تسمع كورس واتنين وتلاتة هتلاقي نفسك كلفت تمن الكورسات دي، ولكن انت بقى عندك الخبرة الكافية فيه. ابتدي انقل اللي انت اتعلمته ده، ابتدي سجل انت بقى كورس وبيعه. ابتدي انت مثلا اتعلمت مهارة معينة وليكن مثلا المونتاج، ابتدي اعمل محاضرات فيها. يعني ابتدي اعمل محاضرات سواء كانت مسجلة وبتبيعها على النت، وهنا انت هتبقى حققت حاجة كل الاغنياء العالم بيتكلموا فيها، وهي ان انت تعمل دخل سلبي. الدخل السلبي ده هو الدخل اللي بيجي لك وانت نايم. فانت لو سجلت كورس مثلا، اللي هي الخبره اللي انت اكتسبتها ابتديت تنقلها لغيرك في هيئه كورس مسجل،
الناس هتشتريه حتى وانت نايم. يعني هتعمل ويب سايت كده مش هيكلفك $100 على بعض وتعمل عليه الكلام ده حل التاني ان انت عندك خبرة وقدرت ان انت عندك ملكة ان انت تقف تتكلم قدام الناس. انت ممكن تعمل محاضرات، يعني انت ممكن تنزل اعلان يا جماعة في مثلا ورشة كذا كذا كذا، وتروح ورك سبيس تأجر مكان وتعمل المحاضرات بتاعتك. ده مثال تاني. هتقولي طب انا ما عنديش القدرة ان انا اقف اتكلم قدام كاميرا او اتكلم قدام ناس. هقولك في الحالة دي لازم تبدأ قناة يوتيوب. هتقولي ليه؟ هقولك لسببين. السبب الاولاني ان انت اولا كده هتشارك اللي انت اتعلمته، ممكن مش كله بحيث ان انت تحتفظ بجزء تقدر تاخد عليه مقابل، بس انت ممكن تشارك اللي انت اتعلمته على اليوتيوب. ده يخليك احسن في حتتين. الحتة الاولانية وهي ان اليوتيوب مستقبلا ممكن يجيب لك دخل. الحتة التانية وهي الاهم ان انت هتتعود ان انت تتكلم قدام الكاميرا. يعني اللي منكم عارفني من زمان لو شاف الفيديوهات القديمة بتاعتي انا كنت ببقى طالع متوتر وحالتي حالة. أول فيديو في سلسلة تعليم الكمانجة. احنا في السلسلة دي هنتعلم الموسيقى بشكل عام والكمانجة بشكل خاص. طبعا هي الموسيقى لغة زي أي لغة، زي العربي والإنجليزي زي أي لغة. احنا بنتعلم اللغة وبنتعلم ازاي بننطقها على الآلة أيا كانت هي ايه الآلة. فاحنا الآلة اللي هننطق عليها اللغة دي هي الكمان. ومش عارف أتكلم والدنيا بايظة. دلوقتي انا عادي، انا بتكلم معاكم اكني شايفكم قدامي، بتكلم مع صحابي عادي. فقعدك قدام الكاميرا هيديك الجرأة دي وهيخليك عندك الملكة ان انت تتكلم قدام الكاميرا بكل سهولة. يعني الفيديو ده مثلا لو افترضنا ان مدته 10 دقايق، فانا عايز اقول لكم زمان كنت ممكن اقعد اسجله في ساعتين، لكن دلوقتي ال10 دقايق بيتسجلوا في ربع ساعة، خلصت الحكاية. ده ليه؟ ده جه من الممارسة وان انا بقعد قدام الكاميرا كتير. قعدك قدام الكاميرا هيخليك عندك ثقة وانت بتتكلم قدام الناس، وده هينعكس في حتة تانية وهي ان انت هتقدر توري للناس ان انت فعلا متمكن من المادة العلمية بتاعتك. الناس هتقتنع بيك كشخص قبل ما تقتنع باللي انت بتقوله. فمهم جدا ان انت تتعود انك تقعد قدام الكاميرا. وطبعا مش هتقعد قدام الكاميرا كده وخلاص، لازم توري اللي انت عملته ده للناس، فيبقى تبدأ قناة يوتيوب. اختصارا لكل اللي فات، قدامك حاجة من اتنين: يا تحل مشكلة ودي محتاجة انك تقعد تفكر مع نفسك كده وتشوف ايه المشكلة اللي المجتمع بتاعك بيعاني منها وتقدر ان انت تحلها من غير ما تقولي بقى انا في بالي فكرة مشروع متكلفة مش عارف قد ايه لا، احنا عايزين حاجة تتحل ببلاش. شوف انت تقدر تقدم ده ازاي. عرفت تعملها كان بيها، ما عرفتش تعملها فانت اللي تقدر تعمله اي حد في الكوكب يقدر يعمله، وهو انه يتعلم حاجة ويعلمها لغيره. فاتمنى يكون الفيديو فادك، وصدقني هم دول النقطتين اللي يعني لو حطيتهم في دماغك انت فعلا هتوصل للي انت عايزه، وسيبك بقى من كل الرغي اللي بتسمعه على اليوتيوب. يعني ده ملخص الحكايه كلها. ويعني نصيحه مني ليك: ابعد عن قصص الدروب شيبنج وابعد عن قصص اللي هو التداول والهبل ده، لان هي حرام. يعني بعيدا عن كل ده بقى. فعايز تعرف حرام ليه؟ فسيب لي كومنت وهعمل لك فيديو اشرح لك بيه القصص دي. وطبعا انا مش شيخ عشان اقول لك حرام وحلال، ولكن هو الموضوع واضح. يعني في حاجات كده لا تحتمل الاختلاف. فسيب لي كومنت لو حابب ان انت يعني نتكلم في الموضوع ده. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.